أفضل 10 أفلام رعب مصرية على الإطلاق. في الفيديو ده هقدم لكم قائمة بأفضل 10 أفلام رعب مصرية على الإطلاق، فخمسة منهم هيكونوا من الكلاسيكيات والخمسة التانيين هيكونوا من إنتاجات حديثة علشان القائمة تناسب كل الأذواق. بس في البداية برشح لكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضو تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ قائمتنا. هنبدأ القايمة مع فيلم بيعد علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية، وتحديدا في نوعية أفلام الرعب، وهو فيلم سفير جهنم. الفيلم ده اتعرض لأول مرة سنة 1945، وبتدور أحداثه حوالين أسرة فقيرة بيظهر لهم الشيطان في صورة رجل ثري اسمه باهر عرفان، وبيغريهم بالمال والشهرة مقابل إن هم يعملوا حاجات غلط. الفيلم بيعتبر رسميا هو أول فيلم رعب مصري، وطبعا هو من أهم أفلام الرعب في تاريخ السينما المصرية. الفيلم ده كان تحدي كبير لنجم بحجم يوسف وهبي ان هو يقدم دور الشيطان، وده كان تصرف جريء وقتها خصوصا مع طبيعة المجتمع وافكاره في الاربعينيات. نروح بقى للفيلم التاني وهو من نفس الحقبة في الخمسينيات، وهو موعد مع ابليس. الفيلم ده اتعرض 1955، وبتدور أحداثه حوالين دكتور بيعاني من ظروف مادية صعبة لحد لما بيظهر له شخص غريب اسمه نبيل، واللي بيتضح بعد كده إن هو الشيطان. الشيطان ده بقى بيعرض عليه صفقة، وهي إن الشهرة والثراء مقابل إن هو يبيع روحه ليه. في البداية كانت الأمور ماشية كويس لحد نقطة معينة بتتحول فيها الصفقة لكابوس. الفيلم ده كان مميز جدا في وقته لأنه ناقش بشكل عام فكرة إغواء الشيطان للإنسان، وإزاي إن الطموح والطمع ممكن يخلوا الإنسان يضحي بكل حاجة حتى ضميره. رغم إن نهاية الفيلم بتبان بسيطة بمعايير السينما النهاردة، لكن كان وقتها من أجرأ وأعظم النهايات في السينما العربية. ننتقل بقى للفيلم الثالث واللي كان من أوائل الستينيات، وهو فيلم القصر الملعون. الفيلم ده اتعرض بالتحديد سنة 1962، وأحداثه بتدور جوه قصر قديم بيتقال إن هو مسكون، وبتركز على محامي بيروح القصر ده علشان يكتب وصية لرجل كبير في السن، وهناك بتبدأ تظهر له حاجات غريبة زي مثلا أصوات مرعبة وأجسام بتتحرك فجأة وأحداث غير مفهومة بتحصل بالليل. الفيلم بشكل عام اعتمد على الاحترافية في الرعب النفسي والموسيقى التصويرية بدلا من المؤثرات، وبيعتبر الفيلم ده واحد من أهم المحاولات لتقديم فكرة المكان المسكون في السينما المصرية. الفيلم الرابع معانا هو فيلم بيعتبر من أشهر أفلام الرعب في تاريخ السينما المصرية، وهو فيلم الإنس والجن. الفيلم ده اتعرض في 1985، والأحداث هنا بتركز على جن بيقع في حب إنسانة وبيحاول بكل الطرق إن هو يمنعها من الارتباط بشخص تاني هي بتحبه. الفيلم ده كتير مننا لسه فاكره لأنه فيه مشاهد فعلا مرعبة ولسه هنكون فاكرينها لحد دلوقتي، والتمثيل فيه كان مميز خصوصا من عادل إمام ويسرى، واللي قدموا أداء مختلف في الفيلم ده. اللي ميز الفيلم ده إن هو واحد من أوائل الأعمال اللي اتكلمت بشكل مباشر ومختلف عن عالم الجن، بعيدا عن الصورة التقليدية والأسطورية اللي بنشوفها في كل الأعمال. أما بقى خامس فيلم معانا وده من فترة التسعينيات. الفيلم ده مختلف في فكرته وطريقته عن كتير من الأفلام اللي فاتت، وهو فيلم الرقص مع الشيطان. الفيلم ده اتعرض في 1993، وبيحكي عن شاب طموح بيدخل في سلسلة من الأحداث الغريبة بعد ما بيقرر إن هو يحقق أحلامه بأي تمن، حتى لو اضطر إن هو يدخل في طريق مظلم ويقابل الشيطان نفسه. الفيلم بيعتمد على الرمزية أكتر من الرعب المباشر، وده خلاه ياخد طابع فلسفي مختلف في معالجته للشر والتجربة الإنسانية. ننتقل بقى دلوقتي لأفلام الرعب الحديثة في السينما المصرية، وأول فيلم معانا هو فيلم الفيل الأزرق واللي اتعرض سنة 2014. الفيلم ده بيحكي عن دكتور نفسي بيرجع يشتغل تاني في مستشفى للأمراض العقلية بعد انقطاع فترة، وبيكتشف هناك مريض بتتقلب حياته تماما وبيعرف أسرار كان مستحيل يتخيلها. الفيلم ده نجح لسببين: إن هو مقتبس من رواية حققت مبيعات ضخمة من تأليف أحمد مراد، أما السبب التاني فهو مستوى الإنتاج العالي سواء من ناحية التصوير أو المؤثرات أو الموسيقى التصويرية. الفيلم كمان كان سبب في إعادة إحياء نوعية أفلام الرعب في مصر بعد انقطاع فترة طويلة.
والفيلم التاني معانا هو 122 واللي اتعرض سنة 2019. حكاية الفيلم ده بتركز على اتنين بيحبوا بعض من طبقات اجتماعية مختلفة، وبيوصلوا لمستشفى بعد حادثة، بس هما ما يعرفوش ان المستشفى دي هيعيشوا فيها أسوأ كابوس في حياتهم. الفيلم ده بيعتمد على الإثارة النفسية والتشويق أكتر من الرعب التقليدي، وأحداث الفيلم كانت سريعة جدا بالمقارنة مع الأفلام التانية، غير إنه من أوائل الأفلام المصرية اللي استخدمت تقنيات تصوير حديثة زي الفور دي، وده ساعد الفيلم إنه يعمل جو غامض وسوداوي في الأحداث. وتالت فيلم معانا هو فيلم يوم 13 واللي اتعرض سنة 2023، وبيعتبر أول فيلم رعب مصري بيتعرض بتقنية ال 3D. قصة الفيلم بتحكي عن شاب بيرجع من السفر علشان يبيع قصر قديم هو كان وارثه قبل كده، ولكن لما بيروح هناك بيبدأ يكتشف إن القصر ده مسكون، وده بيورطه في سلسلة من أحداث الرعب اللي بتخليه يفتش في الماضي علشان يعرف السر اللي بيحصل ده. رغم ان فكرة القصر المسكون دي فكرة كلاسيكية، الا ان التنفيذ كان عصري وجذاب سواء من ناحية الاخراج او المؤثرات البصرية. الفيلم كمان كان انتاجه عالي نسبيا بالمقارنة مع الافلام التانية اللي صدرت في نفس الفترة. الفيلم الرابع معانا هو فيلم الحارس اللي اتعرض سنة 2020 على منصات العرض الرقمي. الفيلم ده حقق صدى كويس وقتها، وقصته بتحكي عن زوجين بيقضوا شهر عسل في مكان بعيد، وهناك بيسمعوا خرافة عن ليلة بيختفي فيها القمر وبيظهر فيها الشيطان بيدور على عروسة، فالحياة بتتقلب عليهم بعد الليلة دي وبيبدأ الرعب. الفيلم مميز لأنه مستلهم من أسطورة مصرية قديمة، وده أضاف ليه أجواء شعبية محلية بعيدا عن الرعب التقليدي اللي بنشوفه في أغلب الأفلام الحديثة. واخر فيلم معانا هو فيلم جدران واللي انتجته منصة واتش إت. الفيلم ده احداثه بتدور حوالين فتاة بتضطر تروح تعيش في بيت قديم علشان تدور على مستندات تخص والدها، وهناك بتكتشف ان البيت مليان اسرار واحداث مرعبة بتبدأ تطاردها. الفيلم بيعتمد على اجواء نفسية مرعبة وغامضة اكتر من اعتماده على المشاهد الصادمة. الاجواء دي هتخليك مشدود من اول لحظة لاخر لحظة، وهتخليك تعيش تطور الشخصيات وتحدياتها. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو، وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه اكتر فيلم رعب مصري عجبكم، وسلام.